بقالكوا 3 ايام على الوضع ده؟ من ساعة ما اتولدتوا عشان الظباط اللي طلعوا. ايه؟ خد يا استاذ. ماشي ماشي يا استاذ ماشي. ماله؟ مالك الكهرباء من امبارح قولها. مالك ايه؟ ده دخل فيه. مالك ايه؟ اللي دخل. يقول لك في ناس. الو. مالك يا معلم في ايه؟ لو حاجه حصلت الو انا قلت الجزء الحربيه ولو عارف حاجه زي كده كنت قلت للناس اللي معايا. في ايه يا رامي؟ يا رامي بص يلا رامي. لا احنا مالناش دعوه باسم فيصل، احنا دلوقتي انك باين مش هنمشي من هنا كمان. هنمشي في ناس تمشي ايه يا معلم؟ هو لو صح دولي خد ايوه يا جماعه هتوطوا الصوت. حد يطلع من هنا يا جدعان، حد يطلع من هنا. ايوه هتقول لي مجمع كله مركز على بكره. كله مركز النهارده بكره. بقول لك انا مش سامع. وطي الصوت شويه لسه. الصوت كله خفيف. ايه؟ يجيب يا عم الحاج المشاكل. ماشي. انا ابراهيم حميدو يابا. ابراهيم حميدو. اه مين معايا؟ ايه اكتب في ايه؟ في ايه يعني؟ بس ايه؟ معاك عزمة يالا. في ايه يالا؟ يقول لك بيكهربوكوا بيكهربوكوا. ايه؟ ماشي يا عم. ابراهيم بسرعه خلاص يا عماد. احنا نتصرف يا عماد. هم عايزين كلمه عشان دلوقتي انا هقول لكم بالظبط ايه اللي هيحصل. ايوه مش عايزين مجموعه تروح. انا هروح واحد بس يروح يشوف ايه اللي بيحصل هناك. شوف الدنيا ايه بيشوفها. في فعلا صح اللي هم بيقولوا عليه. بس فعلا النار امان ده مفقود. ايوه صوته اللي بيتكلم. لا هو عايزين نكسر حاجه الميدان مش هنسيبه مش هنسيبه. هم الناس دي حاسين بأي طريقة إن إحنا نسيب الميدان ونمشي. عايزين يفتشونا بأي طريقة. كله مركز هنا بكره اللي يعرف اي حد بقى بتمشي. اللي نازل جاموسه ما بيدفعش ب 10000 جنيه كفاله. اللي بيموت جاموسه ما بيدفعش ب 10000 جنيه كفاله. بس كده. على الشغل اللي جري الشباب. واحد اللي جري جوات كفاله يا بنو.
قولي على الموضوع ده كمان. المقصود ان الناس تروح تكسر الاسم وبعد كده بقينا بلطجيه بجد والموضوع يبوظ مش اكتر من كده. يعني المقصود من الكلام ده ان الناس تطلع من هم فين اصلا؟ هم اختفوا رموا الكلمتين وجريوا. انا بدور عليهم. كملوا عبثوا زي ما انتوا قاعدين مش فاضيين الكلام ده. احنا كده ايوه مستفيد شويه خالص. من مكاننا. تمام. احنا مش هنمشي من الميدان، مش هنمشي الا ما ناخد حقوق. يبقى يا جماعه في المطالب اجماع، بتاعتنا تتنفذ. يبقى في اجماع من الناس، مش اي حد يجي يحرك الناس لا عشان يخرجهم من الميدان. لان هي مش اول مره، هم عملوها كذا مره ان احنا نتحرك من الميدان ونسيب الميدان ونمشي. القصه بقى القصه بالظبط دلوقتي علشان الموضوع ده هيتنشر وهيتذاع. القصه ايه بالظبط؟ والمكالمه التليفونيه اللي جت دي بتقول ايه؟ المكالمة التليفونية دي جاية عن اسم فيصل، دايرة مش بتاعتنا خالص. تمام. من واحد محبوس فعلا واخد 6 سنين في المخدرات. ايه اللي يوديه اسم فيصل طالما واخد 6 سنين؟ مكانه السجن. كانوا السجن. ايه اللي يوديه اسم؟ ده اساسي مكانه السجن. ماشي. لازم برضه نفكر لازم نوعي الناس. التحلية ممكن تكون حاصرة الجثة ديت او محاصرة البني ادم ده ومخلياه ان هو يقول الكلام ده لينا وبيضغط بيضغطوا عليه. مفيش حاجة اسمها بالثورة بيقولها جوه، لان اصلا عماد اللي بيتكلم دوت ثوراتي ولا حد يعرف يكهربه ولا حد يعرف يعمل معاه الكلام ده، ان البني ادم ده اتحبس معايا 3 سنين شفته في عمومي. فاهم الراجل. تمام. البني ادم ده هي الحكايه دي كلها يعني الناس عشان احنا نسيب الميدان ماشي كده. احنا مش هنسيب الميدان ونمشي على رقبتنا. الميدان مش ماشيين بس كده. شكرا.